ساعات بحس اني عايزة انساه بأي طريقة، وساعات بحس اني مش عارفة اطلع حب من قلبي. دي رسالة وصلتني من بنوتة جميلة. انهت ارتباطها من 2 سنين، وبتقولي انا طول 2 سنين مش قادرة اعيش حياتي بشكل طبيعي، ونفسي افتح صفحة جديدة ومش عارفة. بص يا ست البنات، احنا ما بنجريش ورا حد، احنا بيتجري ورانا. ما بنعيطش على حد، لكن نستحق يتعيط علينا ويتعيط على فراقنا. هقولك موقف حكاه دكتور ابراهيم الفقي. بنوتة جميلة زيك كانت بتشتكيله برضو من نفس القصة، انها انفصلت ومش قادرة تنسى الاكس بتاعها. فدكتور ابراهيم قال لها اللي بعده. فقالت له ايه؟ قال لها اللي بعده. انت عارفة في كام راجل على الكرة الارضية؟ شفتيهم كلهم؟ قالت له لا. قال لها يبقى اللي بعده. طول ما انت حاطه عينك على الباب المقفول مش هتشوفي الباب المفتوح، ويمكن الباب المفتوح يكون فيه اضافه ويكون فيه فرصه احسن من الباب المقفول اللي انت معلقه قلبك بيه. بس قبل ما اروح للباب المفتوح لازم الاول اتشافى من جوايا، لازم اطلع القصه القديمه من قلبي. ما ينفعش اروح لعلاقه جديده وانا لسه بفكر في القديم. عايزاكي تبتدي بخطة ان انتي تكوني محور حياتك، مستقبلك، شغلك، كاريرك، دراستك. انتي الاولى في حياتك، مش قصة قديمة عمالة بتدوري حواليها، مش سوشيال ميديا عمالة بتتابعيها وبتتابعي اخباره من خلالها. لا، السوشيال ميديا بلوك. عارفة بلوك بلوك بلوك؟ اصدقاء مشتركين بتسمعي اخباره منهم. لو تقدري تقطعي علاقتك بكل الأصدقاء المشتركين يكون أفضل. أماكن قديمة كنا بنتقابل فيها وانتي بتروحيها عشان تعيدي الذكريات، أغاني كنت بتسمعيها، كل ده بيخليكي تدوري جوه نفس الدايرة ومش هتخرجي منها طول حياتك. انتي حياتك ومستقبلك في ان انتي تفكري في نفسك انتي، وفي رحلتك لتطوير نفسك، وفي رحلتك في انك تدوري على نسخة افضل منك. لو قابلك الشخص اللي انت حسيتي ان ممكن يقدم لك اضافة، واي نوت؟ ليه لا؟ اتمنى اكون فدتك واتمنى اسمع عنك كل خير، ومستنياكي تقوليلي اخبار جميلة قريب جدا. شكرا ليكي.